نيجي بقى للجملة المشهورة اللي انا بسمعها على طول: انا اكلتي مش كبيرة، انا وجبتي مش كبيرة خالص، بس انا بصراحة بلقط. المفاجأة دي حاجة اوحش، الا يخليك تستطعم الوجبات الاساسية وانت معود نفسك على طعم السكر كل شوية، الا يخلي الخضار يعجبك، الا يخلي اللحمة تعجبك. انت عودت نفسك انك كل شوية تاكل سكر وحلويات وما بقتش تفوق غير بيهم. خلي بالك المرحلة دي مرحلة صعبة جدا، فحاول تخرج نفسك منها وارجع تاني نظم وجباتك وخليها عبارة عن أكل صحي بعيد عن السكر والحلويات. انت متخيل كمية الفيتامينات والمعادن اللي هتقع منك مع الوقت؟ متخيل أثرها على صحتك؟ متخيل سكرك اللي هيوطى؟ سكري هيوطى ازاي وانا عمال اكل سكر؟ ما انت عمال تاكل سكر كتير فالانسولين يعلى ويبتدي الانسولين يقللك السكر، فتبقى محتاج سكر تاني عشان تفوق، وتبتدي حساسية السكر تعلى وتعلى لدرجة انك ما بقتش تستطعم اي اكل مش مسكر، حتى الفاكهة، بسبب ان الكريفنج عندك للسكر بقى عالي جدا. طب ما انا بقضي وقت طويل بره البيت سواء في الشغل او في الجامعة وبجوع وبصدق، اعمل ايه؟ الحل ان انت لا تستسهل ولا تستسلم. مفيش اي مشكلة خالص لما يكون معاك لانش بوكس او وجبة تكون مناسبة ليك، فيها بقى فاكهة وزبادي ودهون صحية وبروتين وخضار، الاكل المناسب لحالتك. انما تستسلم وتلقط اي حاجة وتاكل سكريات وحلويات، سكرك هيعلى فجسمك يفرز انسولين، لان جسمك لازم يعمل حاجة اسمها هوميوستيزس، يرجع السكر لمعدله الطبيعي، وتلقط انت تاني وتاكل سكر تاني وجسمك يفرز انسولين تاني. تخيل بقى ان بتحصل الكلام ده كم مرة على مدار اليوم. تفضل انت تاكل في سكر وجسمك يفرز انسولين، فبتعرض نفسك لمقاومة الانسولين، لان جسمك هيبدأ يقاوم الانسولين بتاعه. طب يا دكتور انت قلقتينا، هل في تحاليل ممكن نعملها عشان نطمن ان احنا ما عندناش مقاومة انسولين؟ في 3 تحاليل مهمة جدا نطمن بيهم على نفسنا ان احنا ان شاء الله ما عندناش مقاومة انسولين. واول واحد هو الHOMA-IR، الهوميوستاتيك موديل اسسمنت اوف انسولين ريزيستنس. تاني واحد هو الفاستنج انسولين، وتالت واحد اللي هو HbA1c اللي هو السكر التراكمي. طب يا دكتور عملت التحاليل ولقيت عندي مقاومة انسولين، اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تمنع الحلويات والاكل الغير صحي. يا دكتور ما انا ما بقدرش. الحياة اختيارات، يا تختار صحتك يا تختار تاكل اللي انت عايزه براحتك، مفيش حد بياخد كل حاجة. تاني حاجة تعملها وهي الصيام المتقطع، تقعد فترة من الوقت ما تاكلش على قد ما تقدر بقى 12-16 ساعة، ابتدي باللي انت عايزه بس لازم تقعد فترة ما تاكلش. تالت حاجة وهي انك تاكل اكل عادي، الاكل بتاعنا بروتين وخضار وسمك. رابع حاجة ان انت لازم تمشي، اتحرك، اخرج من الكومفورت زون بتاعتك. انا عارفة ان مفيش حاجة سهلة بس النتيجة تستاهل. انا دكتورة داليا يوسف، اخصائي التغذية العلاجية والاكلينيكية. قولي، تقدر تعيش من غير سكر؟